السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل زوج يا جماعة شايف مراته اتغيرت بعد الجواز، وشايفها بقت بطنها كبيرة وبكرش، وشايفها بقت دايما منكوشة، ودايما مش بتتصرح ومش بتهتم بنفسها، وطول اليوم واقفة في المطبخ عمال على بطال ومش بيشوفها كتير. وكل ما يشوفها يا إما بتروق يا إما قاعدة مع العيال يا إما بتعمل حاجات كتير وهو مش بيلاقيها. ودايما دايما يتهمها ان هي مقصرة معاه، وان هو مش شايف مش شايفة واجباته يعني على اكمل وجه كزوج يعني. فانا احب اقول للزوج دوت كلمتين من غير ما الرجالة دايما تزعل وتنتقدني، لاني والله العظيم يا جماعة زي ما بدي للست حقها في المعاملة مع زوجها، بدي كمان الراجل حقه والزوجة تعامله ازاي وبما يرضي الله. انت شايف مراتك كلها عيوب، وشايفها مش مهتمية بنفسها، وشايفها اتغيرت، وشايف فيها كذا حاجة وكذا غلطة. انا هقولك كلمتين، والكلمتين دول خلاصة الموضوع ده كله. عايز تيجي من الشغل تلاقي مراتك قاعدة معاك وعاملة شعرها ومسرحاه وحاطة ميك اب والمواعين مغسولة والبيت مترتب وهي قاعدة في انتظارك، اعمل حاجة صغيرة قد كده هتلاقيها شغالة. هتلاقيها شغالة. عايزها تبقى شعرها على طول مكوي وستريت، اعمله لها بروتين، وديها الكوافير تعمل شعرها. طب انا مش مقدرتي اعمل ده كله، يبقى ما تتكلمش بصراحة. كل واحد هيتهم مراته بالتقصير معاه او بالتقصير في الاهتمام بنفسها، اصرف، طلع كده شوية فلوس وخليها تدلع نفسها. والله زي ما بقولك كده، معكش ان هي تدلع نفسها ما تجرحهاش، ما تجيبلهاش احباط، ما تخليهاش تبقى عندها قلة ثقة في نفسها. والله العظيم انا مش بهزر، الموضوع ده حقيقي بيحصل في بيوت كتير جدا، والست بتبقى خلاص عندها عقدة من شكل جسمها اللي اتغير بعد الجواز، وشعرها اللي دايما مش مسرحاه، ومراعاة بظروف جوزها ما بتقدرش تنطق ولا تتكلم وتقوله عايزة 100 جنيه حتى اروح الكوافير. فانت طالما هي مراعية ظروفك ومراعية ان انت اللي جاي على قد اللي رايح وساكتة وكاتمة بقها، فياريت انت كمان تراعي ان هي كده مستحملة، وتراعي بتراعي ظروفك. فياريت انت كمان تحط سوستة كده على بقك، وما تقعدش تجلد وتلوم فيها ان هي ليه عاملة كده في نفسها. هي عاملة كده في نفسها عشان حاسة بيك، هي عاملة كده في نفسها عشان ما تجيش عليك. فانت ياريت ما تجيش عليها وتدوس عليها وتضعف شخصيتها وتضعف ثقتها بنفسها، مع انها هي جميلة وحلوة وأمورة، بس انت دايما الجلاد ليها، دايما على طول ايه اللي انت لابساه ده، ايه اللي انت عاملاه ده، هو انا كل ما اجي الاقيكي منكوشة، هو انا كل ما اجي الاقيكي مع العيال، هو دول عيالك. بطنها اللي معالمها اتغيرت ديت، بص لعيالك هتعرف ان هما السبب في اللي هي فيه. يعني هي ما جابتهمش لوحدها، والله انت كنت شريك في هذا الحصاد دوت من الزواج اللي هما الولاد. بص في وش ولادك نعمة تحمد عليها ربنا. ليه دايما بتركبوا الزوجة العيب والخطأ اللي هي جابت أولاد؟ ليه دايما بتقول لها بصي منظرك بقى عامل ازاي؟ طب ما هي قبل الولاد ما كانتش كده. هو ده جازتها اللي هي خلفت؟ يعني دلوقتي كل زوجة عشان تحافظ على رشاقتها من اول شهر جواز كده تاخد حبوب منع الحمل وما تحملش؟ عشان سيادتك ما تقعدش تنتقد فيها وتذل فيها وتفضل تعايرها بشكلها؟ بسيطة يعني، كل واحدة جوزها بيعمل كده ما تخلفش. طالما هو عايز دايما ملكة جمال، عايز دايما ملكة جمال وواو ومفيش منها اتنين، اصرف. ابوها او هي كانت بتشتغل ايام الخطوبة وبتصرف على نفسها وبتجيب لنفسها كل اللي نفسها فيه، من ميك اب لبرفانات لاستشوار لمكول، لكل حاجة كانت بتعملها في نفسها، لهدوم اخر موديل، كل حاجة كانت بتعملها لنفسها. كانت مش مخليه نفسها عايزة حاجة، وكان جسمها بقى واو فورمة.
ولا بقى خلفت ولا اتجوزت ولا شالت هم ولا رضعت ولا خلفت ولا اي حاجه. ملكه جمال، ملكان كده بمعنى اصح. في حين اللي هي لما اتجوزت معالم بسيطه اتغيرت، لكن هي روحها هي، قلبها اللي حبك هو، روحها اللي انت حبيتها بيها هي. بلاش تجني عليها كل شويه. عايزها حلوه زي هيفاء ونانسي، واحلى كمان توصل لشاكيرا حتى. اصرف يا معلم، وطلع كده ودلعها ودلع نفسك. ما هو انت لما تدلعها هي هتدلعك، لكن تجرحها بالكلام ده اللي مش مقبول ابدا. بجد دي نصيحة بجد مش هزار. مش قد اللي انت تطلع وتصرف، يبقى تسكت وما تجرحهاش. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.